سلام، إن شاء الله تكونوا كامل بخير وانتم تشوفوا في هذا الفيديو. ومرحبا بكم معي دائما في قناتي وفي وصفة جديدة. اليوم إن شاء الله راح نشارك معكم وصفة الصابلي بالمعجون اللي يكون دايما موجود، اللي ما نستغناوش عنه، اللي دايما حاضر في المعياد. اليوم إن شاء الله راح ندير بوصفة يجي بزاف هايل، يجي بزاف هشيش ويذوب في الفم، يذوب في اليد قبل ما يوصل للفم. إذا هنايا نروحو نشوفو المقادير وطريقة التحضير. إذا هنايا عندي 250 جرام من المقارين. هنايا حنزيد نضيف عليهم كاس نتاع سكر ناعم، وزيد نضيف عليهم زوج حبات تاع بيض يكونوا كاملين، يعني ما نفصلوش الصفار على البياض. ونضيفو رشة تاع ملح ومغرف صغيرة نتاع لافاني. وهنايا نبداو نخلطو في هذوك المكونات بالخلاط الكهربائي، ونبداو نضيفو في هذاك الزيت غير بالتدريج بشوية حتى نكمل كامل الكمية اللي في الكاس، ونكمل نخلط هنايا بالخلاط الكهربائي. ومن بعد هنايا درت نص كاس نتاع نشا. وهنايا نبداو نضيفو في الفارينة بلا ما ننساو، عندي باكي هنايا نتاع خميرة الحلويات. ونبدا نلم في هذيك العجين، نضيفو الفارينة غير بشوية، ما تكتروش الفارينة بزاف، يعني خليو العجينة نتاعكم تكون شوية رطبة، ما تيبسوهاش بزاف بالفارينة، هكا باش يجيكم الصابلي نتاعكم يجي هشيش ويجي يذوب في الفم. اذا هنايا تحصلت على عجينة كيما راكم تشوفوا تكون هكا طرية ومتماسكة. خديت كمية من العجينة هنايا وراح نفتحها هنايا بين زوج ساشي. نفتحها وعندي لهنا ولا هذا الطابع راح نطبع به. هنايا ونحاول نرفد الحبات هادو نتاع الصابلي غير بشوية، باش يعني تقعد الحبة تاعكم كيما راها، ما تشكمش ما تقلص، ما يعني ما تفسد معكم. ونديرو الحبات هادو نديروهم يطيبوا، يكونوا الفور تاعكم يعني درتوه يسخن من قبل. أيا هنايا مالا البنات رحت ندير الحبات هادو، الحبة اللي نجي نرفدها يعني تطيح وتتكسر. أيا مالا فتحت العجينة هنايا فوق بابي كويسون، يعني في وسط السنيوة، وطبعت بالطابع. نحيت غير هذاك الزايد هكا بالموس كيما راكم تشوفوا، ودرت الحبات نتاعي يطيبوا. اذا عجبتكم الفكره يا البنات ديروا كيما انا. هنايا نروحوا للتزيين. هنايا ديروا التزيين كيما تبغيو نتوما، ديروا هنايا بالسكر الناعم بالشيكولا، يعني ديروا بالكاوكاو، يعني كاينين انواع واشكال من الصابلي، يعني ديروا شكلوا كيما تحبوا زينوا كيما تحبوا. هنايا كما قلت لكم انا درت يعني حبات بالسكر الناعم رشيت من فوق، وحبات درت لهم الخطوط بالخطوط من الشيكولا. وهنايا يعني لصقتهم انا بالمعجون. نديروا المعجون هيك في الوسط ونبداو نلصقوا بالحبه. كما قلت لكم يا البنات هذا الصابلي يجي بزاف هايل، يجي يذوب في الفم. ديروا الوصفه هذه على طريقتي وشوفوا كيفاه، يعني يجيكم روعه. هنايا لصقت هادو الحبات كما راكم تشوفوا، ونزيدو نعمر شويه هادوك الثقوب، نزيدو نعمرهم بشويه
من الكوفيتي يعني المربى المشماش. هنايا كل ما الصابلي نتاعكم يعني يطول كل ما يزيد يطرى. البنات جربوا هذه الوصفة على طريقتي وإن شاء الله راح تعجبكم، على بالي متأكدة باللي تعجبكم. وإذا عجبكم يعني الفيديو عجبتكم الوصفة ما تنسونيش بالليجام، ونتلاقاو إن شاء الله في فيديو آخر وفي وصفة جديدة إن شاء الله.